لو يوم الحظ سابه حكامه بتلحق. مين قال يا عم ان محمد عادل ما عندوش ضمير؟ ومين قال انه ما عندوش كفاءة فنية؟ محمد عادل مشكلته مش في انه ما عندوش ضمير ولا انه ما عندوش كفاءة فنية. المشكلة مش ان حكامك ما عندهاش كفاءة فنية ولا انهم ما عندهمش ضمير. انت حكامك عندها ضمير وعندها كفاءة فنية، بس حكامك عندهم مشكلة كبيرة جدا. لا، مش الإدارة بس، مش إدارة التحكيم بس هي المشكلة عندك في الكورة المصرية. انت عندك مشكلة ان الحكم غير محمي. يعني ايه غير محمي؟ يعني محمد عادل كان بيفكر 100,000 مرة وهو قدامه صورة الحكم اللي اتهان في مدرجات الزمالك وهو خارج مباراة أسوان ساعة القطر، مباراة القطر. هو كده ماتش الاحتواء عدى. ليه عدى؟ لأن الأهلي كسب وخلاص بقى يا جماعة عادي مفيش حد هيتكلم. وكان في دماغه إن الكرة جدلية ودول هيقولوا بلنتي ودول هيقولوا مش بلنتي وبناء عليه هتعدي. اللي عمل الأزمة ان الراجل اتكلم باللي جواه، اتكلم بكفاءته الفنيه ان الكره دي مش المفروض تتحسب ضربه جزاء لانها مرتده من الارض، وانها ما تتحسبش هاند بول، وبناء عليه الكره مش بلنتي. فقال الكلام الصح وراح بعديها اخذ قرار مخالف للكلام الصح اللي هو عارفه ومتاكد منه. هل ده بقى لانه مدلس او لانه ما عندوش ضمير او لانه مرتشي او لانه اي حاجه تانية؟ لا 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 خالص. الراجل ما فيهوش اي حاجه من ده كله. الراجل مشكلته انه عنده بيت وعيال وسمعه، وعارف ان هو بعد ما يصفر باستمرار اللعب هيتهان وهيطلع 30 اهله هو وعياله، وهيتمسك عليه كلام وهيتقال عليه كلام وهيتعمل عليه كوميكس. واحنا عندنا في البلد دي محدش بيتحاسب على الكلام اللي بيتقال على السوشيال ميديا، على الرغم من انه بيهد السمعة. فالناس دي حقها تخاف على سمعتها، حقها تخاف على اولادها. انا لو مكانه هبطل تحكيم، مش هعمل زيه بصراحه. يعني لو هكمل هاخد القرار اللي انا شايفه صح وتولع الدنيا، ما عنديش مشكله. لكن بما اني بخاف على بيتي وعيالي وسمعتي، فسلام عليكم وعليكم السلام. عايد عليا منها بايه يعني؟ الناس هنا جايه بتقول ان النادي الاهلي بيرهب الحكام بانه محتاج خبير اجنبي. وايه اللي يرهب الحكام من وجود خبير اجنبي؟ يا ألف مرحب، يا ألف أهلا وسهلا. هيشيل الضغط من علينا وهياخد هو اللوم مش أنا. طب ما يجي جمهور هتافه الجميل أيام الأدب قبل الشتيمة وقلة الأدب كان يقول لك إيه؟ لو يوم الحظ سابه حكامه بتلحق. طب يا سيدي ما تجيب حكم من بره عشان ما يلحقوش. يقول لك لا 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 مش عايزين، لا 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 لا, لا, لا احنا مش عايزين. هو الأهلي بيتجامل، الأهلي بيتجامل بالتحكيم، بس احنا مش عايزين حكام كده. طب هو الاهلي بيتجامل والمجامله دي بتاثر عليك فعلشان كده انت مش واخد بطولات؟ ولا المجامله دي مش موجوده وانت بتقولها بس عشان تسكن جماهيرك؟ لا، هو احنا مش عايزين حكام اجانب والله. يعني كل واحد عنده ذره عقل يقدر يحكم. لو في صالحك زق معايا، زق معايا علشان نصلح. لكن انت شايف ان المجاملات كلها لصالحك، لان اللي كان جزء من المشكله عمره ما هيكون جزء من الحل. سلام عليكم.